التواجد ديالي اليوم في الحقيقة كان بدعوة من إيمان ومن الأهل ديال إيمان، وأنا كنت سعيدة جدًا أنني نجي ونحضر الأسبوع ديال ميراي، الله يكمل عليهم بالخير ولا يكبرها في عزهم إن شاء الله. وأجواء زوينة دائمًا، الأجواء المغربية والحفلات المغربية كتكون زوينة، الله يخلينا دائمًا ناشطين وضاحكين وعشرة مبروكة للجميع. أنا تواجدي راه قلتها هو تواجد طبيعي جدًا، لأنه مراي بحال ألماس، مرات بظروف وهي في بطن أمها بحال اللي مرات الظروف اللي يعني أنا قبل ما تزاد ألماس كنت دائمًا خايفة عليها أنها ما تبقاش، أنها ما تكملش، نفس الحالة اللي عشتها مع إيمان مراد، أنه كتصيبنا دايمًا تخوفات، تعيط لي، كتخاف. أنا من أول الناس اللي عرفتها حاملة، لأن كنت عندي أنا وياها اتصالات يعني تقريبًا يوميًا باش نعرف الحالة ديالها كيفاش دايرة. وكنت من الناس الأولين عاود كذلك اللي عشت الولادة ديالها في الولايات المتحدة. حلوة كتير، وكنت مبسوطة أوي إن أنا أحضر كل التحضيرات وكل حاجة. يوم حلو أوي، ويا رب يتكرر حاجات كتير أوي كده زيه. وفرحانة إن أنا أكون هنا وأشوف المنظر ده كله، وعايزة أقول مبروك لإيمان الباني ومراد سيلدرن، ومبروك برضه لمراية. أنا فرحان لكوني كنتشارك هذه الفرحة مع عائلة إيمان ومراد، وكنتمنى لهم السعادة وطول العمر والصحة باش يكونوا مع بنيتهم، الله يحفظها لهم ويشوفوها كما كيتمنوا ان شاء الله، والله يربيها في عزهم ان شاء الله. مبروك عليها، وهي ايمان عزيزه عليا بزاف، حنا كتجمعنا صداقه سنوات وديما كنهضروا، وفرحت ليها الصراحه بزاف مني ولدات البنيته، وجينا نفرحوا معاها بيان سور في هذه المناسبه. انا كيشرفني انني تلقيت دعوه من عند لا فامي ديال ايمان، كيشرفني انني نجي نتشارك معها الفرح ديالها والله يسهل عليها والله يخلي ليها بنيتها ان شاء الله. ايمان هي صديقه الاخت ديالي وعندها انا عزيز وكيعجبها داكشي اللي كندير، الحمد لله دونك اتصلوا بيا وجيت لبيت الدعوه ديالهم افيك غران بليزير.